سبه، ويمكن انا قلتها من 2003 و2007 و2010 ومع حضرتك بعد ما قامت الثوره من 2011 وانا متبني مشروع العشوائيات. ولكن حقيقه الامر لازم نتعامل ان البشر مش زي الدراما التلفزيونيه والسينما المصريه. من يعيشون في هذه الاماكن نسبة كبيرة منهم ناس أفاضل، ناس كويسين بيربوا أولادهم وعايزين أولادهم يبقوا كويسين، وهناك الجريمة، وهناك تجار مخدرات، وهناك تجار سلاح، وهناك مجرمين. زي أي مجتمع في الوحش وفي الكويس. البنات الأمامير اللي أنا شايفهم قدامك دلوقتي دول الواحد لازم يفخر بيهم ولازم يحبهم ولازم يتعاطف معاهم. ولكن أنا هقول لهم سؤال واحد: لو انا بقول لكم احنا بنعمل اكبر مدينة عشان تنقذ 5000 اسرة تعيش عيشة كريمة من السكن والعمل ومحو امية وتعليم، لما اقول لكم تعالوا اعملوا ملكات جمال لانقاذ من يعيشون في العشوائيات وفي المقابر، غير لما اقول ملكة جمال المقابر والعشوائيات. تفرق كتير يا استاذ وائل. يعني انا مستعد مؤسسة معا تهتم بالبنات دول وبالفكرة اللي هم مقتنعين بيها، وتعالوا اشتغلوا، تعالوا اشتغلوا في الموقع بتاع المدينة اللي بتتعمل اللي زيكم. طب خلاص فهميني. طب فهميني. طب يا فندم فهميني بس، يا فندم فهمينا. طيب هتدخلي في الحوار بس لازم تدخلي في الفصل. طب لازم تدخلي في الفصل، اتفضل. لازم تدخلي بس في الفصل. طب لازم تدخلي في الفاصل، بس لازم تدخلي في الفاصل. اتفضل يا استاذ محمد. فانا بقول ادخلي في الفاصل، بس ادخلي في الفاصل بس يكمل الاستاذ محمد. هيكمل بس الاستاذ محمد لو سمحتي. طب لو سمحتي هيكمل في الفاصل بس. طيب خلينا، هتدخلي في الفاصل بس عشان كده مش طيب هتدخلي في الفاصل بس. طيب استاذ محمد